مباراة أوروبية أفريقية بين مانشستر سيتي آخر من فاز ببطولة أندية العالم 2023 الشهير، ومن جديد برفقة زميلي بحجم الوداد خاصة مع النتائج تشكيلة متحدة، وحصل على المركز الثالث. وهذه أول محاولة دوكو يعليها، وكرة فيها خطورة من فريق مانشستر سيتي اللي يحاول هذا اليوم أن يؤمن نفسه من أولها، وكرة ترتد من بعبيد، وهذا هدف سريع جدا لفريق مانشستر سيتي بإمضاء على ما يبدو بول فودن. كرة عرضية صد لها المهدي بن عبيد، ولكن طبعا لم يبعدها أي دفاع، وكانت المتابعة الصحيحة. بداية لم نكن نتوقعها يا أنور. تقريبا أسرع هدف قد يكون خالد هدف في كأس العالم للأندية. تيجاني رايل ليست هي البداية بن مرابط نابولي اليسرى خالد المصري في هذه البطولة، وهو لاعب يعني بالفعل صغير. وهذه كل كرة خطيرة، وهذه المرة مرموش كاد عين المصري. مرموش يجرب حظه بهذه التسديدة، فبالتالي أحضر العديد من اللاعبين. محاولة وديدية سافينيو اللاعب البرازيلي. سافينيو بعيدة كانت عن طريق اللاعب المتقدم فيتور رييز، والحكم هنا حلوة كفكرة. رائدة المنطقة اليمنى هي منطقة، هذه كرة عالية رأسية، كرة أبعدها الدفاع، ومرة أخرى الخطورة موجودة، لكن هذه المرة يتصدى اللاعب الهولندي. وهذه كرة عالية يقطع الدفاع على جهة اليمين، خطيرة الكرة. حاول أن تشجع اللاعبين حتى قوة في الرقابة. وهذه كرة رأسية يا على ناتان أكي. كاد الهولندي ناتان أكي أن يلعبها ويضعها في المرمى، هو وصل للكرة ولعبها بالرأس. كرة طويلة رأسية، الكرة محاولة كانت غريبة، وكان أعتقد وأن جماهير الوداد خلال المباراتين الوديتين تحكم بالكرة بطريقة ممتازة، وكرة عرضية يا خسارة يا على كرة ثانية للوداد لم تستغل. صلحها اللاعب اللي كان داخل منطقة جزاء، اعتقد كان اللاعب ميلولا. شوف يعني بالفعل المهارة الممتازة من اللاعب الجنوب افريقي، واللي صلحها وجاء من الخلف اللي على ما يبدو لعبة الجزاء. فيها خطورة أفضل الفريق يصل، الفريق يعني يهدد صحيح على آخر الاستعدادات. بعد نور الدين يلعب كرة طويلة، فرصة يلا حرام، يلا يا راجل، ماذا تنتظر؟ خرافية ما هذه الفرصة؟ لا مش معقول. الوداد يضيع، حتى الوداد يضيع بنفس الكم الذي يضيع به مانشستر سيتي. حرام هذه الفرص، حرام مش معقولة. واجب في ظل وجود مقطوعة وخطأ. فودن رايندرز مرموش داخل منطقة الجزاء، خطيرة للسيتيزن، وكرة وحذاري. برافو المهدي بن عبيد. هذه المرة تدخل صحيح 100%، لكن عدد السيتيزنز ليشكل خطورة. هذا هو مهدي عبيد، يعني حارس ممتاز، حارس المنتخب المغربي من دفاع الوداد. شوف قد وكذلك نعم نتحدث عن قضية. الأهلي كان تعادل في المباراة الأولى والترجي خسر، واليوم الوداد. والهدف الثاني بالفعل جيريمي دوكو غير مراقب أبدا، وصل قبل المدافعين من هذه الركنية ووضعها في شباك المهدي بن عبيد. 2-0 لصالح مانشستر سيتي. يعني مرة أخرى نقول يا أنور أن هذا الهدف ربما كان يمكن منعه. لقطة شاهدناها عديد المرات منذ بداية المباراة، في كل مرة يكون هناك كرة ثابتة. شوف يعني لعب الكرة اليمين طويلة ملعوبة، واجهة أكبر الفرق الأوروبية. هذه الكرة عالية تمر، يبعدها الدفاع، ترتد من يقابل من لاعبي الوداد، وكرة تسديدة قوية حلوة لوش. أيضا اللاعب تيمبنكوزي لوش. ياه كان يد طيبة عند هذا اللاعب بالفعل. لورش وسط ميدان هجومي يحذق التسديد من البرازيلي، ولكن مين المهاجم اللي يتابعها؟ من جديد سافينيو، يتقدم هذا اللاعب البرازيلي ويحول كرة والرأسية، ومرة أخرى يأتي من مساحات غير منظورة.
جيريمي دوكو يعني ياتي من او ايضا مايكل تاريخ مانشستر سيتي. يهدفوا هذه المره ويهدفوا، لكن تصل اللاعب رقم 18. تعود الكره مره اخرى. الوداد تشجيع وتسديده قويه قويه قويه، ولكن اين هي من المرمى من اللاعب لورج غوزي لوتش. بعض الاحيان يلزم التسديد راية الكرة رجالة تسديدة في تشكيلة مانشستر سيتي. للوداد وتسديدة، خطورة فيها خطورة من اللاعب تسلل، ولكن فيها تدخل من حارس المرمى. هذه الكرة ملعوبة من رياس إلى أوريلي وتسديدة أرضية ترتاد كلا الفريقين. سيبقى تاريخي سيخلد بما أن شوف الخطأ، هذا الخطأ وبرافو بن عبيد، برافو بن عبيد، انقذ الموقف وحرم مانشستر سيتي من هدف ثالث من خطأ. شوف خطأ بن عبيد، يعني هو اللي اخطأ، ولكن ايضا هو المدافع، ولكنه عوض. وبن عبيد اراد ان الى خارج. ستبقى راسخة. سيتي محاولة للسيتي، ترتد الكرة وفيها هل فيها لمس داخل منطقة جزاء. الحكم كانت اشارته واضحة، قال لك ما في شيء. الحكم الاماكن الان العبرة بالنهاية بالفعل. يعني السيتي الان عسري، كرة بينية، كان ثنائي يعرف. مانشستر سيتي وكرة بينية، انفراد والرأي هالاند يلعبها الى هالاند، يستقبلها هالاند ويستدير، والجمهور كله عاش مع كل لمسه. الكره فيها مع هالاند، جماهيريته كبيره بكل تاكيد. هذه الكره مره اخرى، عنده مساحه لاعب مانشستر سيتي والمراوغه الجميله. غوندوغان يهيئ كره بطريقه جميله. الكاي غوندوغان خبره كبيره لهذا اللاعب. وهذا رودري يعني حركه فنيه بسيطه. نعم. يسقط اللاعب مرابط ويحاول كرة عرضية اللي هو كرة بينية كلها. هذه داخل منطقة الجزاء. الموسم القادم